صباح الفل على عيونكم. النهارده هنعمل فاصوليا الخضراء. الفاصوليا الخضراء جميله قوي والموسم بتاعها دلوقتي وماليه السوق واسعارها رخيصه، الكيلو ب10 جنيه ومفيده جدا وطعمها جميل قوي. هنشوف النهارده ان شاء الله ازاي هنطبخها وازاي هنخزنها بطريقه سهله قوي عشان تقعد معاكي فتره طويله جدا في الفريزر وتطبخيها كمان وكانها لسه طازه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده بوله عندي نظيفه وامسك الفاصوليا اكون غسلاها الاول. همسكها عندي اقطع الطروف بتاعتها بالمقص بطريقه سهله قوي، مش هجيب سكينه بقى واقطعها بالشكل ده. هقطع 2 3 مع بعض، مش ضروري امسك واحده واحده. في 10 دقايق هقطعها بسرعه جدا بالمقص. ده كيلو فاصوليا خضراء مقطعه. انا هعمل بس تلت الكيلو على قدي وقد اسرتي، والباقي هوريكم الطريقه الصحيحه للتخزين. هجيب بقى عشان اطبخها، انا مش هسلقها عشان تبقى صحيه معايا وتبقى جميله. هجيب عندي شريحه بنجر مقطعاها مبشراها بالشكل ده، وحبه توم مفروم وبصلايه كبيره بس. وهنضيف المكونات كلها على بعضها في حله سخنه على النار. هنضيف السمنه والبصلايه الكبيره عندي وكميه الفاصوليا اللي هطبخها طبعا على قد افراد اسرتك. انا الكيلو مش هعمله كله، هاخد تقريبا تلت الكيلو هعمله بالشكل ده. وهضيف عليه الثوم والبنجر واقلبهم كلهم على النار. انا مش هسلقها كده، هتبقى الطريقه صحيه وهتستوي معانا اكيد. هتستوي معاكي على نار هاديه كده، هتقلبيها وكمان ممكن اغطيها. هتستوي جميله جدا جدا وهنشوف مع بعض. وطعمها ولا اروع من كده. شايفين شكلها مع البنجر بيدي الصراحه شكل جميل جدا وطعم ونكهه وقيمه غذائيه عاليه قوي. ولو عاوزين نختار سوتيه يتقدم طبق كده شكله جميل جدا. هي الفاصوليا مع البصل مع البنجر شكلها يعني كفايه شكلها بس طعم جميل جدا جدا. بعد ما قلبتها على النار والفاصوليا استوت حوالي 10 دقايق، هضيف عليها 3 حبات طماطم مضروبين في الخلاط، وهضيف التوابل بتاعتي بقى فلفل اسود وكمون وكزبره وحبه شطه بتدي نكهه جميله جدا جدا للفاصوليا. لو مش عايزه براحتك. واسيبه مع النار كده 10 دقايق بحيث تشرب الميه كلها بتاعه الطماطم والطماطم تستوي معانا كويس. بعد كده اضيف عليها كوبايتين شوربه كبار. مجرد ما اضيف الشوربه بالظبط 5 دقايق بس تغلي وخلاص، على كده انزلها. عايزه اقول لكم ان اكلت الطبق ده كله لوحدي. الف هنا وشفا. الجزء المتبقي من الفاصوليا بجيبه في حله على النار تغلي نص غلوه بس، واصفيها في بوله في بوله تحت الميه الساقعه، واحط عليها ميه ساقعه. لازم في نفس الوقت بديها صدمه كده، وبقدر بسهوله بقى اما تبرد اخزنها في اكياس عندي في الفريزر، وبتفضل معايا ممكن تقعد في السنه في الفريزر زي الفل، واطلعها اطبخها زي ما تكون طازه بالظبط. بعد ما تبرد بجيب اكياس بلاستيك العاديه بتاعتنا خالص دي، واحط فيها الفاصوليا وافضيها من الهواء، واشيلها بالطريقه اللي تعجبني بالشكل اللي انا عايزاه، اما شكل كوره او شكلها مسطح كده تبقى سهله عندي عند الفك، واحفظها في الفريزر. وبالف هنا وشفا. واذا عجبكم الفيديو اشتراك ولايك في القناه.